مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا جميل جميل جميل. طبعا ما فيش حد ما بيحبش البسبوسه ابدا، وشايفين اللون بتاعها تحفه. هنعمل النهارده البسبوسه بنفس طعم ولون الجاهزه بالظبط واحلى كمان. والله العظيم كل اللي هيدوقها من ايدك هيقول لك انا ما اكلتش في طعمتها، ومش هيصدق ان انت اللي عاملاها كمان في البيت. بس امشي على نفس الخطوات دي ونفس المقادير، وان شاء الله هتدعي لرانيا ميكس. شايفين الترميله؟ مفيش احلى ولا اجمل من كده. مش هتلاقي الترميله دي والطريان ده عند حد الا مين؟ الا رانيا ميكس. يلا بقى مع بعض عشان نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. معايا هنا حوالي 1.5 كوباية من السكر، هنزل بيها من غير اي حاجه خالص، هنحطها على النار. طبعا انتوا كلكم كده فهمتوا هنعمل ايه، هنكرملها. طيب انا علشان ما اديش ادي مساحه كبيره للسكر يتكرمل براحته من غير ما يتحرق مني، هحط 1/4 كوباية بس من الميه على 1.5 كوباية من السكر. ال1/4 كوباية ميه دول هتدي مساحه للسكر ان هو يتكرمل ويسيح براحته خالص. ونهدي النار ونروح بقى نشوف المقادير بتاعتنا ايه النهارده. معانا هنا حوالي 1.25 كيلو من دقيق السميد، ومعايا معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح بس. طيب انت عندك دلوقتي جوز الهند، عايزه تحطي براحتك، حطي برضو جوز الهند. بس انا والله يعني اوقات بحطها واوقات ما بحطهاش، وقت يعني الظروف بقى ما تلاقيها عندك حطي، مش موجوده خلاص ما تربطيش نفسك بيها. المهم بنقلب دقيق السميد والملح والبيكنج باودر، بنقلبهم كويس جدا. معايا هنا شايفين السكر بتاعنا بقى عامل ازاي؟ شفتوا بقى اللون بتاعه تحفه. اللون بتاعه ده بسبب 1/4 كوباية الميه. بنزل هنا بكوبايه اول حاجه بنزل الاول ب1.5 كوباية من الميه، وبعد كده هنحط دلوقتي 4 معالق كبار من السمنه او الزبده. طيب انا مش عايزه احط بالمعلقه يا رانيا، هنحط حوالي 1 كوباية الا ربع من السمنه عليها، بس بعد ما تكون الكراميل فكت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هننزل بقى اي سمنه عندك. طبعا هو يفضل طبعا لو عندك خليط مثلا سمنه نباتي على سمنه بلدي هيبقى تحفه، يا سلام بقى. وسلم لو كانت بلدي بس تبقى روعه. فانا كان عندي الحقيقه سمنه نباتي، وكان في وانا مسيحه فيها جزء من القشطه البلدي. هبقى ان شاء الله انزلكم فيديو مره بيها، بتبقى بصوا بتعمل التيست بتاعها كانك فعلا عامله الاكل بتاعك، سواء اكل عادي او حلويات، كانها بسمنه بلدي بالظبط. بعد ما نزلت بالسمنه بتاعتي هنا، انا بسيبها طبعا انها تاخد وتندمج كده مع بعض، وكل السكر اللي فيها ان هو يروح خالص. بنزل هنا بقى طبعا ما تنسيش الفانيليا، اوعي تنسي الفانيليا. بنزل، بس لازم تسيبي فيه خطوه لازم تعرفيها. السوائل بتاعتنا احنا بنسيبها لما تبرد تماما، اوعي تحطيها وهي سخنه. مجرد ما تحطي صباعك فيها ولقيتي نفسك مستحملها خلاص، انزلي بالخليط بتاعنا على الدقيق بتاع السميد. يبقى احنا معايا هنا نقول المقادير تاني. انا نزلت بحوالي 1.5 كوباية من السكر، كرملتها مع 1/4 كوباية من الميه، وبعد كده رحنا نازلين بحوالي 1.5 كوباية ميه. الاول احتاجتي نص تاني بتحطي، بس خديها مني ثقه، حطي 1.5 كوباية يا ستي. طب وبعد كده بتحطي طبعا الفانيليا، وبننزل على الخليط بس بعد ما هو يبرد تماما، ايدينا تستحمله، يبقى زي الرضعه بتاعت البيبي كده. ايه اللي انت حطيتيه يا رانيا؟ انا ما كانش عندي عسل جلوكوز، فانا كنت عملت عسل تقيل عباره عن نص كوبايه من الميه على 1/4 كوباية من الميه، وسبتهم لما تقلوا، وعصره ليمونه وسبتهم لما تقلوا. وبعد كده نزلت بيهم زي ما انت شايفه كده. بنزل بالخليط بتاعي كله في الصينيه، عايزه تديني الصينيه سمنه تدينيها طحينه براحتك، وبندخلها الفرن. معايا هنا بقى الشربات بتاعنا 1.5 كوباية من السكر، وزيهم برضو 1.5 كوباية من الميه. طبعا كلنا عارفين ان الشربات بتاع البسبوسه لازم يبقى خفيف يا جماعه، لازم يبقى خفيف. وللمصداقيه المفروض انا كنت زودت شويه من الشربات اكتر من كده، يعني كنت المفروض حطيت 2 كوبايتين وكوبايتين. ليه يا رانيا؟ لان انا عندي كانت الكميه كبيره، فانا لما جيت حطيت معيار النص كيلو سميد. انا نسيت ان انا كنت عامله 1.25 كيلو سميد.
المهم ايا كان، فاحنا هقول لك المقادير المظبوطه: كوبايه ونص من الميه، كوبايه ونص من السكر، ربع معلقه صغيره جدا من ملح الليمون، علشان ده اللي هيمنع اي تسكيره للشربات بتاعك، ما فاض منك او ما فاضش، او فضل او ما فاضش اصلا، برضو مش هيعمل اي تسكيره، هيمنع اي سكر يتكتل. وبنسيبه حوالي، بصي، من دقيقه يعني دقيقه ونص او 3 دقايق بالكتير قوي، بس مجرد بس غلوه والتانيه وتروحي طفي. بس اظبطي الاتنين يبقوا مع بعض، البسبوسه تخرج من الفرن زي ما انت شايفه كده، والشربات يبقى بندفي عليه. يا سلام وسلم بقى. شايفه بتشرب ازاي بسرعه معايا؟ بصي، يعني مهما تحطي تلاقيها بتشرب تاني كده. اكبر دليل وكده اشاره ان الوصفه معاكي ممتازه، يبقى انت كده فعلا ماشيه مظبوط وماشيه صح. بس بعد ما بحط كل المقدار بتاعي، طبعا لو شربت احط تاني لحد ما الاقيها استكفت خالص من الشربات. انا زي ما قلت لكم، انا هنا كنت المفروض عملت مقدار اكبر سنه، برضو بقول لكم عشان تبقوا عاملين حسابكم. لكن المظبوط ده اللي هو مقدار الشربات ده بتاع نص كيلو سميد. بغطيها بقى واسيبها لما تشرب خالص الشربات بتاعها. وتعالي بقى شوفي الجمال كله والطعامه كلها. انا بقول لكم هنا اهو، انا كنت هنا فاض معايا لسه شويه شربات، او انا عملت حوالي نص كوبايه من الميه على ربع كوبايه من السكر، ورحت جايه واخداهم غلوه واحده، ورحت جايه حاطه تاني عليهم. فانا قلت هشوفها، لو شربت خلاص، ما شربتش يبقى يبقى هي كده مش محتاجه. والحقيقه لقيتها ما شاء الله كان المقدار اللي انا كنت حاطاه ممتاز. شايفين شربت بسرعه جدا. ويلا بقى نفتتح بقى احلى والذ صينيه بسبوسه هتعمليها. بجد الصينيه بتاعت ماما دي انا ما بستغناش عنها ابدا، ما اقدرش اعمل بسبوسه الا في الصينيه دي، وببقى زعلانه قوي لو هي مش عندي وما عملتش فيها. لما بصراحه ربنا بيني وبينكم يعني كده، انا ان شاء الله ناويه احط ايدي عليها ومش هسيبها تاني. تمام. شايفين بقى الطعامه والجمال؟ ده ايه الحلاوه دي؟ بصي يعني خليها كده قاعده عندك. الصواني الالمونيا ما فيش احلى منها في عمايل الحلويات والله. وعايزه اقول لك حاجه، ولا حتى في عمايل الاكل الطبيعي او الصواني الفرن او كده بتبقى تحفه. سيبك انت بقى البايركس والسيراميك والكلام ده كله، ما فيش احلى ولا اجمل في التسويه من الصواني الالمونيا. شايفين بقى البسبوسه بتاعتنا؟ بذمتك ايه رايك في الجمال ده؟ ما فيش احلى من كده والله، ما في احلى من كده. لما سبتها مسكت نفسها، انا سبتها حوالي نص ساعه تقريبا، نص ساعه، سبتها نص ساعه. وبعد كده كانوا هما مستعجلين بصراحه، ورحت عاملاهم.